السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في تمام صحة وأحسن حال. وسنة جديدة كده إن شاء الله بإذن الله. كل اللي بتتمنوه تلقوه يا رب. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله مهلبية الموز، حاجة كده بسيطة. كان عندي كده 3 موزات فاضلين، قلت أقطعهم كده طريوا شوية وأعملهم مهلبية. هنسمي الله كده معانا 3 كوبايات لبن، طبعا 3 كوبايات لبن عليهم 3 معالق نشا. انا طبعا لسه ما ولعتش، بعمل على البارد. نص كوبايه سكر، طبعا التحليه دي بتاعتكم انتوا. قلب كده على البال وبعدين نبقى نولع على انا بعمل حبه مش كتير عشان خاطر في ناس عندي ما بيحبوهاش، فما بعملش كتير يعني. بس كده ولع كده النشا دابت. طبعا هي مش تاخد حاجه، لما السكر يدوب كده احط الموز. ممكن كمان تضربي اللبن مع الموز يبقى يعني ميبقاش قطع. انا عاملاه قطع، وممكن ساعات برضو بنضربه مع اللبن يبقى سايل مع اللبن، يعني يبقى مزج كده ببعضيه. في معايا هنا قطعه قشطه كده حلوه كبيره كده، حطها لها تعززها قوي وتخليها طعمها احلى واحلى. بس هي كانت في الفريزر فتسيح دلوقتي. القشطه مع الرز بلبن ومع المهلبيه بتبقى كريمي، بتبقى ملمسها كريمي. على بال ما تسيح حط لها بقى الموز غليت. ممكن زي ما قلت لكم قبل كده يتضرب معاه في الخلاط زي ما بنشربه عصير كده. طبعا ايدك فيها على طول عشان ما تكلكعش. كده خلاص زي ما انتم شايفين هطفي عليها واغرفها. يلا بينا هغرفها لكم. انا جبت اطباق صغيره لان هما مش حبه مش كتير، بس والله جميله يا جماعه. والله مش عارفه اولادي ما بيحبوهاش ليه. طبعا ممكن تعمليها بالفراوله باي حاجه تانية فاكهه تبقى جميله برضه. كده 5 مظبوط يعني. بس كده ممكن نحط جوز الهند عليها عايز يعني. نحط حبه وحبه كده. خليها كده كام قطعه من الموز وعليها. والله ريحتها بتبقى خطيره بتاعت الموز دي بالذات. عملت حاجه بسيطه لان عندنا في ناس ما بتاكلهاش. يا رب تكون عجبتكم.
وتعملوها، وسنه سعيده عليكم وكل سنه وانتم طيبين، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان وصفات توصلكم. ميرسي قوي، سلام عليكم. اكيد